هو ايه سرطان المرحلة صفر؟ معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية، وفي الفيديو ده هتكلم عن الدكتال كارسينوما انسايتو أو سرطان مرحلة ما قبل التحول اللي بنسميها المرحلة صفر. ده نوع من أنواع سرطانات الثدي اللي بنعتبره بدري جدا أو أول مرحلة في السرطان، اللي بنتمنى لو أي حد هيجيله كانسر يجيله هذه المرحلة أو نقدر نكتشفه في هذه المرحلة. ليه؟ لأن نسبة الشفاء في المرحلة دي بتقترب من 100%، عشان بيبقى بدري جدا جدا. فبالتالي لما بعالجه صح بطريقه، بعد ما شخصه صح بطريقه صح، بلاقي ان نسبه الشفاء عاليه جدا. فنتمنى ان احنا نقدر نكتشف اغلب انواع السرطانات في هذه المرحله عشان نوصل لاعلى نسبه شفاء ممكنه. سرطان المرحلة صفر بنقدر نكتشفه في أغلب الحالات صدفة، لأنه ممكن يبقى من غير أي أعراض تماما. وإحنا بنعمل الأشعة الدورية اللي بنعملها فوق سن 40 لأي سيدة، ممكن نلاقي حاجة اسمها ترسبات كالسيوم أو تكلسات، بنلاقيها باينة في أشعة الماموجرام، وبالتالي بنشك إن ممكن ده يكون الدكتال كارسينوما انسايتو أو السرطان الغير غازي اللي بنسميه المرحلة صفر. فبالتالي بناخد منه عينة، وإذا ثبت إن هو النوع ده من السرطان بنبتدي نتعامل معاه جراحيا، لأن النوع دوت بيبقى مرحلة ما قبل التحول، مش بيبقى ليها علاج كيماوي، ممكن يبقى ليها علاج هرموني فقط وإشعاع. فبناخد العينة، ثبت إنها DCIS، فبنبتدي نحدد شكل توزيع التكلسات دي في الماموجرام، واذا كنا هنقدر نعمل استئصال تحفظي للجزء اللي فيه ورم بس، ولا التكلسات دي منتشره في كل الخلايا بتاعه الثدي فمضطرين نعمل استئصال للثدي. دي كده اول طريقه بنقدر نكتشف بيها DCIS او مرحله صفر في سرطان الثدي. الطريقه الثانيه ان هو ممكن يجي في هيئه دم من الحلمه، تكون المريضة بتشتكي من نزول دم من الحلمة من ناحية واحدة من غير أي ندوس أو نعصر على الثدي. بتكتشف وجود الدم ده صدفة، ونبتدي نعمل الفحوصات بتاعتنا، نلاقي وجود التكلسات أو ترسبات الكالسيوم ديت، وساعات ممكن ما نلاقيش أي حاجة خالص في الأشعة، فبنضطر إن احنا نعمل رنين مغناطيسي على الثدي ونعمل تحليل للإفرازات. لو ما لقيناش حاجه في الرنين او التحليل، بنعمل استئصال للقنوات اللبنيه عشان احللها تحت الميكروسكوب، وبالتالي اثبت ان سبب الدم دوت حاجه حميده ولا هو سبب وجود السرطان الغير غازي او المرحله صفر. لو ثبت دوت بنتعامل معاه، بنعمل الجراحه الصح لهذا النوع. لو ثبت ان هو الدم ده سببه حميد، بيبقى بنحط المريضه تحت الملاحظه. طيب ممكن يجي بطريقه تانية غير الدم او انه يكتشف صدفه. ممكن يجي في هيئه كتله، تبقى كتله صغيره زيها زي الاورام عادي خالص، ولما نعمل عليها الاشعه نلاقي ان فيها ترسبات كالسيوم، ولما ناخد منها العينه يثبت انها النوع الغير غازي. بس في النوع اللي بيبقى جاي بكتله، احتماليه ان نلاقي فيه جزء اتحول او بقى غازي بتبقى عاليه. بعد ما نعمل استئصال الكتله ديت بنلاقي فيها النوع الثاني، وبالتالي ممكن المريضه ساعتها تحتاج كيماوي، لان بقى هو النوع الغازي او المرحله الاولى، ما بقاش بقى مرحله ما قبل التحول او المرحله الصفريه. في الكثير من الحالات في النوع ده بنقدر نعمل لهم إعادة بناء في نفس الجلسة أو في نفس الجراحة بتاعة استئصال الثدي، لأن بيبقى مفيش إشعاع. لما نعمل استئصال للثدي كاملا في النوع دوت مش هيبقى فيه إشعاع، وأقدر أحافظ على الجلد إن لم يكن الحلمة كمان، لو الترسبات الكالسيوم ديت أو التكلسات مش واصلة للحلمة، فبالتالي بقدر أحافظ على الجلد تماما والحلمة، وابتدي أعمل حاجة اسمها إعادة بناء سواء بعضلة أو بسيليكون، والمريضه بتخرج زي ما دخلت تقريبا، مفيش اي فرق كبير بينها، وكانها ما حصلش اي حاجه. وعشان كده احنا بنفضل النوع ده، لو هنكتشف بنفضل ونفسنا بنعمل توعيه عشان كل الحالات نقدر نكتشفها بدري، لان متوسط اكتشاف حالات سرطان الثدي في مصر تتراوح بين المرحله الثالثه للمرحله الرابعه، ودي مراحل متقدمه. بنعمل توعيه ونتمنى ان الاكتشاف يوصل لمراحل بدري عشان نقدر نتعالج بدري. تابعونا في فيديوهات تانية كتير عشان تعرفوا أكتر عن سرطان الثدي.